مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيكي الصعيد. الفيديو ده ازاي هنغير كرسي النص بتاع عمود الكردان. كرسي النص زي ما شايف حضرتك، كرسي النص متبهدل اهو، زي ما حضرتك شايف كرسي النص متبهدل وشغال يرزع ترزيع جامد. تمام، ان سبت الكرسي بالوضع ده مش هيخلي صلايب معاك، هياكل صلايب، ولو صليبة عندك بايظة هتبوظ الكرسي ده، هتفضل تهبد وترزع لغاية ما تبوظ معاك الكرسي. مفيش كرسي نص بيبوظ من غير ما يكون جنبه صليبة بايظة. شايف الصليبة عاملة ازاي؟ بص الصليبة عاملة ازاي؟ دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنفك الفلانشة اللي ورا دي، وهنفك المسمارين اللي ماسكين الكرسي دول، وهنطلع بالعمود بره. وبعد ما نطلع العمود بره انا اوريك هنعمل ايه بالظبط. ادي العمود اهو بعد ما فكناه، ادي الكرسي بايظ اهو. هنفك النص ده عشان خاطر الصامولة اللي بتربط على الكرسي في النص هنا. هنفك النصين دول. انا مش راضي اصور فيديو كامل عشان خاطر ما يبقاش طويل وممل عليك، بس انا بجيب لك ايه الخلاصة، لان بناخد وقت على بال ما نفكه كده. تمام، هفك النص ده وهرجع افهمك احنا بنعمل ايه. حلينا النصين كده، النص اللي فيه الكرسي كده احنا حلينا الصامولة ال28 دي، وهنطلع بالفلانشة اهي. تمام، الفلانشة دي هتتظبط على الثابت مع الثابت زي ما احنا متعودين كده. احنا هننطر الكرسي ده. الكرسي على فكرة ليه عدلة وليه جلبة، يعني يتعدل ويتجلب. لو اتجلب هيقصر في الاخرام بتاعته هناك، ومش هيخلي الصليبة الورانية الكعب الوراني يجابل. لازما يركب عدل زي ما هو باين في الصورة الكرسي، وهصور لك بعد ما يركب عشان تعرف العدلة بتاعته فين. ادي المشرشر اهو قدام اللي بيركب في الفتيس. تمام، هصور برضو بعد ما اركب الجديد عشان تبقى فاهم الاتجاه بتاعه عامل ازاي. كده انا ركبت الكرسي الجديد. تمام، شحطته ركبته بالفلانشة نفسها. اسلم حل وانضف حل ان انا اشحطها بالفلانشة نفسها، لان الفلانشة هتحمل على الظرف الداخلي، مش هتبوظ لي البلية زي ماسورة او بنز. ممكن يحمل بره او يبقى مطرف بره. تمام، دلوقتي انا هركب الكعب ده، وقبل ما اركب الكعب ده هشوف اتجاهه فين ناحية الثابت، لان الثابت يبقى مع الثابت. وبعد كده ايه هركب واربط، وبعد كده هركب النص التاني اللي هيجي فوقيه اربط، وبعد كده اقفل الكردان مكانه.